من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. خلي بالك من الكلام ده، ما من طريق تسلكه إلى الله إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين. إن سلكت طريق التوحيد وجدت إن شاء الله تعالى الموحدين بكثرة، إن سلكت طريق الصلاة وجدت المصلين بكثرة، إن سلكت طريق الزكاة وجدت أهل الزكاة بكثرة، إن سلكت طريق الصيام وجدت أهل الصيام بكثرة، إن سلكت طريق الحج وجدت أهل الحج بكثرة. أقول وهناك طريق من أقصر الطرق التي توصل العبد إلى ربه جل وعلا، ومع ذلك إن فتشت في السالكين إلى رب العالمين في هذا الطريق سترى قلة. هذا الطريق هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا، هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره لن يرفعك الله إلا بذلك وانكسارك، إلا بعبوديتك. ما أحوج العبد إلى تحقيق معنى العبودية بشطريها، بالحب لله وبالانكسار والذل والعبودية الحقة لله جل وعلا. انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه. وأنا أقول والله لو سجد القلب سجدة بين يدي الرب تبارك وتعالى ما قام القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله عز وجل. صحيح نحن نركز في سجود البدن، وأنا لا أقلل من شأن هذا، بل يجب علينا أن نمتثل الهدي النبوي، لكن قد يسجد الإنسان ببدنه دون أن يسجد قلبه، دون أن يسجد قلبه، دون أن يستشعر القلب معنى وحقيقة العبودية لله جل وعلا. فالعبودية شطران، حب وانكسار. انكسار القلب لله. يا أخي لما العجب؟ يا أخي لما الدل؟ ولما الكبر؟ ولما الغرور؟ أمعجب أنت بعلمك من علمك؟ أمعجب أنت بكرسيك من مكنك؟ أمعجب أنت بمالك من أغناك؟ أمعجب أنت بسطوتك من هيأ لك هذا؟ ولا يجوز لك أن تتكبر، فالكبر بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس. إن رددت الحق ولو على لسان طفل في الشارع فأنت متكبر وقلبك مملوء بالكبر وإن ادعيت غير ذلك. واعلم بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الفضل لله ابتداء وانتهاء. كسر بين يديه جل وعلا، واعلم بأن انكسارك وذلك بين يديه رفعة لك في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا كما يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت.